ببدأ يومي بالصلاة على رسول الله. أول حاجة نزلت فطرت البط وحلبت البقرة. ولو أول مرة بتشوفوني، أنا أميرة من اسكندرية ومتجوزة هنا في الصعيد. بصوا يا جماعة، البطة دي من وهي صغيرة وهي بتمشي تنط. اهي اللي بتقع دي، والله بجد مش عارفة ليه بس بتنط، يعني نط فظيع، ده يمكن التصوير مش مبينها قوي. المهم قلت لازم أجزرها هي واختها علشان يتغدوا بيهم. اهو خدتها ونضفتها. الحمد لله كان تنظيفهم سهل، يعني كان الريش بيطلع معايا بسرعه. فجاه الحمد لله بعد ما خلصتهم يا دوبك خدت دش وداخله اريح كده، راح جوزي جاله ضيوف قال اعملي عصير، وما يا دوبك قبل ما يشربوا العصير كان قايل اعملوا الشاي. من الاستعجال كان الكيس كل شويه يقع مني في الميه. بس هو طعم الفروتي ده على فكره يا جماعه طعمه حلو قوي، اللي بطعم المانجا. بس حضرنا بقى وطلعت بقى اغلى ما عندي من النيش. قلت بقى يلا بقى ضيوف الراجل لازم نطلع له حاجه كويسه. العيال طبعا كانوا كل شويه ماما اعملي لنا ايس كريم مانجا يا بنات، يا عيال ما بعرفش اعمل يمين شمال، راح قالوا لا لازم تعمل لنا. بس جبت شويه كريم شانتيه حطيت عليهم حبه لبن، وكان عندي مانجايتين كده صغيرين مش كبار قوي، رحت قلت احطهم لهم ايس كريم مانجا ده. بس يبقى كريم شانتيه وعليه الايس كريم. كريم شانتيه وعليه مانجا. السكر بقى حسب رغبتك هتحطي، انا حطيت اقل من نص كوبايه سكر لان الكميه مكانتش كبيره اصلا، احنا قلنا يا دوبك تجربه نشوف هينجح ولا لا. بس الحمد لله نجح، طلع طعمه جميل جدا. بس اهو بس اديته ضربه في الخلاط علشان ما كانش السكر مرضاش ينعم، عشان الخليط اصلا تقيل فما خدش بروحه. البنات كانوا جايبين ايس كريم في العلب دي، راح قالوا لي حطي لنا فيها، حطيت لهم، بعد كده رجعت خدتهم، ما رضيتش، ما عجبنيش الحال. بس بتمسكيه كده وتخبطيها تخبطتين وتجيبي كيس تلاجة يكون نضيف كده اهو تحطيه عليها علشان ما تعملش طبقة تلج. بس اهي طبعا كانت ناشفة شوية، كان المفروض تهدى حبة علشان نعرفوا نقطعها، طبعا احنا مستعجلين. عملنا الطبق ده واديناه للبنوتة الصغنونة علشان ترضى تسكت، هي اكتر واحدة بتزن، كان الدبان قرفنا طبعا. ما صدقت غرفت لهم كل واحدة بولتين كده، هم ما عنديش اصلا معلقة ايس كريم. بالكبشة اللي هي بتاعت الشوربة دي، اصغر حاجة في الطقم. بس بس طعمه يعني لذيذ، المهم ان البنات اتبسطوا يعني وعجبهم وكده. والحمد لله. بس اهو زي ما انتم شايفين، هو والله شكله جميل يعني طعمه حلو واقتصادي، مفيش تكلفة. المهم كان الجو حر بقى بالليل، خدتهم ونزلنا في البيت تحت في الطراوة، لقينا الأرنوبة الحلوة دي بتجري في البيت. المهم يا جماعة، لو عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك في القناة واللايك والشير وايه تاني وتفعلوا زر الجرس. المهم لقينا في الأرنوبة دي وجرينا وراها على قد ما قدرنا، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.